أزمة كهرباء والزمالك النهاردة امبارح ولا ايه بقى خامس، والاسانسير بينزل بيهم. ومعانا كمان محامي كهرباء بتصريحاته، ومعانا كمان مصطفى بقدونس الشهير بالخرم، معانا تصريحات كتير أوي النهارده. فعشان نبدأ الحلقة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. عاملين ايه يا أحسن ناس، يا أحسن جمهور في الكون، يا أحسن أهلاوي، يا أحسن متابعين؟ جمعة مباركة عليكم جميعا، ويا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. طب سامي الله كده وصحصح معايا وفوق معايا عشان نستوعب اللي بيحصل مع بعض. اول تصريح معانا مع محامي كهرباء اشرف عبد العزيز. انا مستغربك بجد. قلت لا يمكن يلعب مباراة سموحة ولعب واحرز هدف. قلت لا يمكن ان يلعب تاني ولعب واحرز هدف. قلت لا يمكن يلعب كأس العالم الأندية ولعب الثلاث مباريات واخرها ريال مدريد. بجد انت فرحان بقرار مهلة سادات 60 يوم وانا لسه بلعب وعندي طعن في القرار في خلال 10 ايام؟ قابلني في شهر 8، اثبت مكانك لحد اما ارجع لك. جاحد جاحد. محامي كهربا الاستاذ اشرف عبد العزيز ده جاحد في رده. كهربا هم مش عايزين يطلعوا كهربا من دماغهم، مش عايزين اي حاجه يعني يتكلموا في اي حاجه تخص كهرباء، تخص اي حاجه تخص الاهلي. هي ايه يتدخلوا فيها ويتكلموا فيها اي حاجه اي حاجه. بصوا ان شاء الله قابلونا في شهر 8 او شهر 9، الفلوس موجوده والخير كتير وهندفع لكم، بس مش دلوقتي، مش بمزاجنا، مش بمزاجنا احنا، مش بمزاجكم انتوا. طبعا بعد ماتش ريال مدريد والاهلي البعثه كلها رجعت تاني طنجة. رجعوا تاني هناك، هيعسكروا هناك عشان الماتش هيتلعب هناك في طنجة. ايات البعثة، وصول البعثة لطنجة. ان شاء الله يا ابطال، ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله يوم السبت ويجيبوا لنا البرونزية الثالثة وتتعوض في اللي جاي ان شاء الله. مش هنتكلم في موضوع الماتش ده تاني خلاص، يعني الحمد لله على كل حال. شوبير بصراحة مش مصدق التغيير اللي كل شوية يحصل بعد كل مباراة او اكتر في الاراء على السوشيال ميديا. محمد هاني من كام شهر كان لازم يمشي، الان هو الافضل. قفشه العظيم صاحب القضية في الماتشات الحاسمة دلوقتي بيتهاجم. محمد شريف مهاجم هداف عظيم دلوقتي. اللي بيعمله ده ايه اللي بيعمله ده؟ حتى كولر لم يسلم منهم. بص يا كابتن شوبير، كلنا مع لعيبه الاهلي وبندعمها وفي ووراها. المهم احنا لما حد بيطلع ينتقد، انا هتكلم على جمهور الاهلي ماليش دعوه بالناس اللي هي التانيه اللي ليها اغراض تانيه دي. جمهور الاهلي اما بيطلع يتكلم بيقول رايه في قفشه، في قفشه او في شريف، ان كانوا حلوين فلعبهم هو اللي بيحدد حلو او وحش. طريقه لعبهم، مش هم نفسهم ما بيعرفوش، لا بيعرفوا. بس في اوقات بيجي اللعب فالجمهور بيطلع يقول عليه كويس، اوقات مش بيبقى موفق فالجمهور بيقول انا شايفك النهارده مش كويس، انا شايفك النهارده مش في فورمتك. شريف امبارح جات له فرص كتير الحمد لله، فرص شريف لوحده وخد بتاع 3 4 فرص على الجون. قفشه الناس زعلانه عشان الكوره اللي جت فوق الثلاث خشبات اللي غرفها برجله دي على طول كانت هتفرق، يعني في جوان كتير كانت هتفرق. لكن طبعا الناس النقد عمال على بطال دي هنسيبنا منها. هذه احترام كبيرة وعظيمة للنادي الأهلي في المغرب بين أوساط الفيفا. الكل يتحدث عن شخصية وشجاعة الفريق، وإن وجوده في كأس العالم للأندية نجاح للبطولة. الأهلي أصبح علامة كبيرة في كرة القدم العالمية. ده الكابتن شوبير.
النادي الاهلي كبير على طول. النادي الاهلي مش محتاج ان حد يقول عليه ان هو كبير. كبير بشخصيته، كبير بجماهيره، كبير ببطولاته. يعني النادي الاهلي الحمد لله دايما على طول مشرفنا وكبير في اي مكان يا كابتن شوبير. طيب قائمة الزمالك بقى اللي هتبدأ النهاردة في ماتش بلوزداد: محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعه واحمد فتوح ومحمد اشرف ورؤى وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله نيمار وسيف جعفر واحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وابراهيم نداي وسيف الدين الجزيري ويوسف اسامه نبيه. دول اللي في القايمه بتاعه ماتش البلوزداد اللي هيتلعب النهارده الساعه 6. بلا الساعه 6 بس على فكره دي نفس المجموعه اللي شالت 3 من فاركو. هل هيشيلوا النهارده 3 ولا هيشيلوا 2 ولا هيشيلوا 1 ولا نشوف. الفيفا بيرد على الاهلي وشوفوا العظمه بتقول ايه. الناس الكبيره، الناس العالميه دي. خساره جوله لا تعني خساره المعركه. حساب الفيفا الرسمي تعليقا على خساره الاهلي امس. شفتوا ايه يعني ماتش الحمد لله خلاص وراحوا لحاله. ناشئين النادي الاهلي مواليد 2007. ناشئين الاهلي مواليد 2007 بيعملوا الجلاشه مع الزمالك. هو انتوا كده على طول؟ مفيش في وشك مكان اضربك فين يا ابني؟ خلاص، ما هو ده بقى الطبيعي ان انت يتروى عليك من كبار الاهلي ومن اشبال الاهلي. ايه ده يا جدعان؟ هو النادي ده ملوش اهلي يسالوا عليه؟ العزبه دي ملهاش اصحاب يا جدعان ولا ايه يا جدعان يا جدعان؟ بس هو ده الطبيعي يعني، صح؟ هو ده الطبيعي. ميدو بيقول لك اتمنى من الاهلي سداد غرامه كهرباء وغلق الملف. مالكش دعوه، مش هندفعها. ليك فيه، مش هندفعها براحتنا والله. يعني زي ما احنا عايزين ندفعها هندفعها، وقت ما احنا يجي لنا مزاجنا هندفعها. ايه ده يا عم؟ اقعد جنب مرتضى منصور اللي انت بتدافع له عمال على بطال ده. ما انت كنت لسه من فتره قالب عليه بقى حبيبك دلوقتي وبقيتوا حبايب وبقيت تطلع تدافع له. هو في لسانه قد كده بيعرف يرد. هو بيعرف يرد. خليك انت في الاسماعيلي هيبقى درجه تانية. ده انا عايزك تفضل قاعد مع الاسماعيلي عشان تبقى زي رضا عبد العال لما هبط اللي طنطا، وانت كمان تهبط الاسماعيلي عشان تبقوا انتوا ايه فله كده يا ميدو. احمد عبد القادر قدمنا مباراه جيده. احمد عبد امامنا مباراه اخرى لتحقيق ميداليه. اشكر اللاعبين اللي لعبنا بشكل جيد امام ريال مدريد حتى الدقيقه 90، ولكن الاداء قل نسبيا بعد ذلك واستقبلنا هدفين وامامنا مباراه اخرى لتحقيق الميداليه. طيب بمناسبه الماتش اللي انا مش حابب اتكلم عليه بس بالاخبار بتيجي فالكلام بيجيب بعضه يعني. هو احنا كنا تمام فعلا لحد الدقيقه 90. بعد الدقيقه 90 هي دي المشكله. اتحولنا، ما تعرفش ايه اللي حصل. هو ده اللي فصلنا. يمكن هو ده اللي ضايق الجماهير اكتر. هو ده اللي ضايقنا اكتر، ان احنا يجي فينا كم الاهداف دوت او النتيجه تزيد. فهو ده اللي زعل الجماهير اكتر. يا احمد ما تبقاش محتفظ بالكرة كتير في الملعب. يا ريت لما الكرة تجيلك على طول لاغي بسرعه. ما تبقاش محتفظ بالكرة معاك على طول كده. غير. طبعا امبارح بفوز، بعد فوز الاتحاد السكندري على اسوان زهرة الجنوب 2-0، بقى كده الاتحاد السكندري في المركز الرابع والزمالك نزل للمركز الخامس. حكايه الزمالك عمال يطلع في الرابع والخامس، يبقى ان شاء الله كده ينزل على السابع والثامن، يا دوبك ياخد في المراكز المتقدمين العشر الاوائل كده. يعني هو كده كده ان شاء الله مش هيروح افريقيا ولا يهب على عينه اي حاجه. يعني هيتروى عليه. احمد عبد القادر مدافع قفشه من الوارد ان يهدر اي لاعب فرصه تسجيل محققه. ليس فقط قفشه، من الممكن ان يكون انا او اي لاعب اخر، وعلينا التركيز على القادم. بص، هو انا عاجبني ان انتوا
يعني ان انتوا بتحبوا بعض وبتدافعوا عن بعض قدام الناس كلها، وده شيء كويس. يعني بس عايزين فوق فرص في كل في المنتشر ما تتعوضش، زي ريال مدريد ما تتعوضش. يعني خليكوا بقى في اللي جاي في قدام فريق فلامينجو البرازيلي، والفريق ده هيبقى رخم لانه مغلوب ماتش، فصعب ان هو في موضوع يتغلب اتنين ورا بعض. تبقى هي مش صعبه، هي مش مستحيله، هي صعبه وعايزه الدماغ تشتغل والتكتيك معاها. يعني يا ريت نركز بس. مصطفى بقدونس او مصطفى تونس قصدي الخرم بيقول لك بعض لاعبي الاهلي ليس لديهم ثقه داخل الملعب. في لعيبه ما بتعرفش تقف على الكوره ولا تتمركز صح داخل الملعب، وشفنا شوارع في خط دفاع الاهلي. طيب هو انت ما اتفرجتش على الاهلي غير في ماتش ريال مدريد؟ يعني مثلا اوكلاند سيتي ما شفتوش؟ سايتل الامريكي ما شفتوش؟ وبعدين انت بأمارة ايه بتتكلم عن الاهلي؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت راجل بيجح صحيح. بص، هي الشوارع كانت زحمه بتاعت الشوارع كانت دفاع الاهلي كان شوارع زي شوارع تونس كده. ها مرتضى يا مصطفى يا حبيب مرتضى، حلوه يا مصطفى يا حبيب مرتضى، تنفع تتلحن، مالكش دعوه، محدش طلب رايك. يا اللي بتقول انا اهلاوي، ده انت خيبه على الاهلاويه. ده هي دي النكسه اللي الاهلي فيها بسبب ان انت اهلاوي. الريال كلاس مختلف واحنا كلاس تاني. ده احمد عيد عبد الملك، فالكابتن شبانه بيرد عليه بيقول له انتوا مين؟ هو في غير الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه؟ والله. حتى احمد عيد عبد الملك بيتكلم، ودانك دي يالا اللي عامله لك الوجع الدماغ ده، ودانك دي، ده انت حصاله يالا، يالا ده انت حصاله وهيتروق عليك النهارده من بلوزداد. قال له عايزين تاجلوا المباراه بتاعتكم، انت هتلعب النهارده وهتلعب كمان 3 ايام، في ايه بقى؟ ايه مشكلتك؟ يعني انت هتلعب الجمعه السبت وحد، تلعب الاثنين او الثلاث، ايه المشكله؟ يعني هتلعب الاثنين. ونفس القصه فيوتشر مش هتاجل له، كله مفيش حد هيتاجل له، خلاص مفيش تاجيلات يا باشا. تاجيلات؟ احنا عايزين نخلص بقى الدوري في ميعاده بقى، عايزين نبقى زي الناس العاديه دي. فريرا، جدو فريرا، عبد الشافي لعب كمدافع وظهير، امام عاشور الذي نفتقده لاعب في الوسط واليسار واليمين، وهذا تسبب في نموه كلاعب، وعد احترافه سيرى امور اكتر. هناك مشكله مع بعض اللاعبين بسبب الاصابات، التاقلم لم يكن سهل، يجب ان نفوز دائما ونستمر في الفوز. يبقى قابلني. مش عارف انت ناويلهم على ايه يا بروف؟ هو انت اللي هتدير الماتش بتاع النهارده ولا اسامه نبيه؟ لا، اسامه نبيه دار الماتش بتاع فاركو اللي شلنا فيه، اللي شالوا فيه 3، وانا هدير الماتش دوت و... و... والزمالك هيلعب مع سموحه، يبقى اسامه نبيه هو اللي هيديره. اصل احنا متفقين هو ماتش وانا ماتش. اخرب بوك، الله يخرب بوك. لا يجب أن ننسى أننا أبطال الدوري والكأس، وفي حالة نسيان ذلك فنحن ننسى التاريخ ونعمل بقوة من أجل استعادة النتائج الإيجابية. يا عيني عليك، يا عيني عليك يا راجل يا عبقري، يا عيني عليك وعلى دماغك يا خامس. ايه يا دي الدماغ دي؟ بلاش والنبي كلمة تاريخ عشان انتوا ما عندكوش تاريخ. بلاش الكلمة دي عشان الكلمة دي كبيرة قوي عليك. سنلعب امام بلوزداد ثم سموحه ثم المريخ في ليبيا بعد يومين، ذلك امر صعب للغايه. لا يا حبيبي، امال الاهلي يعمل ايه؟ امال الاهلي يعمل ايه اللي خلص اللي طلع من لعب ماتش الدوري وسافر بعديها وراح المغرب ولعب اوكلاند سيتي، وبعد كده لعب الفرقه الثانيه سايتل، وبعد كده سافر يلعب ريال مدريد، وبعد كده رجع طنجة. ايه يا عم؟ يا عم اتقي الله بقى، ده انت تعبان.
والله العظيم. ما هو انتوا بتلاقوا حجه ليهم، مش لاقيين لهم حجه، فهتعملوا ايه؟ فلازم تطلعوا مبرر ليهم. هو كده، وهو ده الطبيعي يعني. حد معلش له يا جماعه والنبي، معلش له. انت لسه ما عملتش حاجه وبتعيط. خالد مرتجي: كنت أفضل الخسارة 4-1 على أن ألعب مباراة دفاعية وتنتهي بالخسارة. أيضا الأندية الكبيرة تخسر ب4 و5، والفكرة في الأداء. آخر هدفين جاء في الدقيقة الأخيرة. وهو ده اللي أنا قلت إن جماهير الأهلي ممكن تقبل الخسارة من ريال مدريد 2-1، بس ما توسعش أكتر من كده، ما توسعش أكتر من كده. هو ده اللي زعلنا، هو ده اللي زعلنا. عماد النحاس: مديرا فنيا لطلائع الجيش، بتمنى لك التوفيق يا عمده، حبيبنا وحبيب الاهلاويه كلهم، بنحبك وان شاء الله تكون يوم من الايام في النادي الاهلي ان شاء الله. رسالتي الى الجميع: خلي بالكم يا بوابين. فيريرا بعت لكم رساله. على فكره انا ما بقصد بوابين لجماهير الزمالك اللي ما بتفهمش، لكن جماهير الزمالك المحترمه على دماغي من فوق. رسالتي الى الجماهير: اننا غير مرتاحين في الوضع الحالي والنتائج الحاليه. هذا الوقت لنا كمجموعه علينا تكرار ما فعلناه العام الماضي. صعب. العام الماضي العام الماضي الاهلي كان مريح كده، وكان مجهد وكان تعبان، فكان سايب لك الملعب تلعب شويه، وكان انت بقى عملت ايه؟ انت نسيت نفسك وحسيت بنفسك ان انت فوق وخلاص ومحدش هيجيبني. لا، انسى. لا، خلي بالك، انا عارف ان هناء لجنه الاحتواء عامله لك قلق، عارف، كانت مطمعاك شويه المره اللي فاتت هناء. خالد مرتجي: كان لدينا ثقه ودافع كبير قبل لقاء ريال مدريد، وقدمنا مباراه جيده والنتيجه لا تعكس اللقاء. الحمد لله، ابدعتم والحمد لله على كل شيء، وقلنا النتيجه بتاعت ربنا وخلاص، قدر الله ما شاء فعل. لو معانا مين وربنا مش رايد خلاص. لم نتحدث مع اللاعبين ولا نتدخل في ذلك. هناك جهاز فني هو من يقوم بذلك سواء قبل المباراة أو بعدها. ده الاحتراف. خالد مرتجي: كنا نعلم بصدور قرار ضد كهربا، وذلك من خلال خبرتنا، وقلت من قبل ان القرار سيعطي للاعب مهلة السداد، وبعد ذلك سيتم اللجوء للمحكمة الرياضية لحين الفصل في الحكم لمدة لا تقل عن 8 أو 9 أشهر، وهو ما يعطيه مهلة أكبر للسداد. بصوا، كهربا هيلعب إن شاء الله، مش هيبقى في وقف، وإن شاء الله هيحاولوا إن هما محامي كهربا هيحاول إن شاء الله يخلي الموضوع كده يبقى تمام، وهيمشي إن شاء الله بالفترة السداد، حتى لو ما مشيش في 8 أو 9 شهور وكهربا دفع. وان شاء الله ما نشوف بس موضوع قصه النادي البرتغالي اللي كان فيه كهربا ده ايه قصته، وهنقوله دلوقتي ان شاء الله. قائمه الزمالك الافريقيه: غياب الصفقات الشتويه وضم سامسون وشلبي. ناصر منسي مش معاهم، شبانه مش معاهم، احمد بالحاج مش معاهم. ليه بقى مش معاهم؟ عشان هم ما تأيدوش في اتحاد الكورة، فازاي هيتأيدوا في افريقيا؟ فبالعقل يعني، بالعقل. الاهلي عندي في حتة تانية ومستحيل اروح الزمالك. احمد ياسر ريان: انت ابننا يا ابني، انت ابننا يا ابني، وانا قلت ان انت خسارة انك تمشي من النادي الاهلي، بس ماشي ربنا يوفقك ان شاء الله وترجع تاني ببيتك. انفراد مستمر عربي، هو ده بقى اللي بقول لك عليه. مستثمر عربي يشتري النادي البرتغالي وينهي ازمه كهرباء. ده على لسان الكابتن محمد شبانه، والمحاميين تسير القضيه كما خطط لها. ان شاء الله موضوع النادي دوت لو صح، مستثمر عربي اللي هيشتري النادي البرتغالي ده هيفرق كتير قوي قوي مع كهربا. بدل ما كان هو هيدفعها كلها، هيبقى النادي هيدفع معاه. النادي الاهلي برضو ايده في القايمه، لا 7 لاعبين جداد: خالد عبد الفتاح، احمد القندوسي، مروان عطيه، محمود كهربا، محمد الضوي، كريم الدبيس، عبد الرحمن رشدان،
لتصبح قائمة الأهلي من 33 هتبقى 40 لاعب. مادام الأهلي افهم بقى بصوا يا جماعة افهموا معايا، مادام الأهلي أيد كهربا في القايمة اعرف إن في خير، ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش إن شاء الله. احمد ياسر ريان مدير فني في ناشئين الاهلي قال لي طول ما انت قاعد في بيت ابوك مش هتلعب، والمدرب ده كان بيقعد مع والدي في حجرة واحدة وهم بيلعبوا. مين اللي قالك كده يا احمد ياسر؟ مين؟ ما تقول مين. ناشئين الاهلي في كتير مديرين ناشئين في الاهلي. مين؟ أنشيلوتي: لم أكن أتوقع هزيمة فلامينجو، لكن الهلال أظهر أن لديهم لاعبين جيدين وأنهم يعرفون كيف يلعبون كرة القدم بشكل جيد، عليك أن تحترمهم كثيرا. آه إن شاء الله بتمنى للهلال التوفيق إن شاء الله في مباراته النهائية اللي هيديرها تحكيميا مصطفى غربال، هيكون حكم لنهائي مباراة الهلال السعودي وريال مدريد. كولر هيغير كتير جدا في التشكيلة أمام فلامينجو. طبيعي هيغير، انت عندك لعيبة في ماتش ريال مدريد ده أجهدت وعملوا شغل كتير أوي 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 وجريوا كتير في الملعب، وأكيد هيبقى في تغيير، بس يا رب إن شاء الله الأهلي يعمل نتيجة كويسة ويكسب إن شاء الله. أنا كده خلصت حلقتي، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتكم الحلقة استاذنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الحلقة في كل مكان، واشوفكم على خير، واشوفكم ان شاء الله بعد ماتش الزمالك وبلوزداد الجزائري. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.